عرفناه زاد كيف في محكمة تونس الابتدائية، عرفناه في محكمة الاستئناف، وسي سفيان بالصادق من أعز الناس. وطبعا نعتقد أنه زاد هالمهمة هذه باهية. نرجع للحكايه هذه نتاع علاش مثلا انا سي كمال، وكما قلت لك راهو مع احترامي ليه راهو صديقي زاد راهو، وعلما ان سي كمال ماهو سياسي برك، سي كمال زاد هو تكنوقراط، هو كان معناتها مدير في الماليه وماهوش معناتها من نوايا السياسي اللي دخل باراشيتي معناتها على اساس الواحد حويجه بركه نعرفوها انه على الاقل وقت اللي خدم فما مشكله في اول حاجه الساعه في الملف نتاع فريقه نتاع الافارقه جنوب الصحراء وكيفيه معالجتها وكيفيه التعاطي معها وكيفيه كذا، هذا فيه زاد اشكال صغير. باش فما اللي هما يحبوا يوظفوا الحكايه ذي ويحبوا يركبوا الاحداث ويقولوا انه الاحداث الاخيره نتاع قمع الحريات ونتاع المحامين ونتاع كذا هذه الكل كان سبب. نقول لا، مستحيل، لانه ما عنده فيها حتى علاقه، ومستحيل انه سي كمال معناتها يكون عنده علاقه في المساله ذي، خاصه انه وقع تضخيمه ووقع معناتها في انه لا انه نفخوا في صورته، واللي وقع ما وقعش كما يتصوروه هما، الوقع هو معناتها فما ابحاث عاديه وفما ناس مشيت للقضاء وفما القضاء هو الفيصل، وما فماش عندنا لا قمع حريات ولا اعتداء على حريه التعبير ولا على حريه الاعلام ولا هم يحزنون. هذا اللي نشوفوه احنا ونعتبروا انه اليوم ولكن اعتبرت انه فما استسهال. اذا كان نحكيو على المرسوم 54 سي عبد الرزاق، حتى اليوم في اخر تصريحاتك اعتبرت انه فما استسهال في تطبيق المرسوم هذا، وكذلك يجب تنقيح لتبيان الغموض اللي صحيح. موجود في المرسوم هذا. شوف، هذا اذا كان نشخصوا ونقيموا، اما اذا كان نعاينوا شنو موجود تو نقولوا تونس في الحريات وفي الحقوق خير من امريكي، تحب شك. اما بالنسبه للتقييم خلينا يظهر لي كان نقيموا خير من اللي نعملوا كومباريزون سي عبد الرزاق. نقيموا نقولوا انه مرسوم 54 وخاصه الفصلين 24 و25 منه هما ضروريان ومعناتها يلزمهم يبقاو مع انه ننحوا منحه تنقيحهم. اول حاجه الساعه لتوضيح بعض العبارات اللي فيه اللي هي بقات فضفاضه واللي هي غامضه والحقيقه اللي هي ما تعاونش حتى القاضي باش يأول وباش ينجم يحكم على ضوء تلك العبارات، وهذا ماناش متنازلين عليه. وثاني حاجه نقولوا زاده كيف الساده القضاة اراهم الحقيقه يلزمهم يتحروا ويثبتوا برشا انه متى يجب اعتماد الاحاله على معنى المرسوم 54 وخاصه الفصل 24 منه. انت ادعيت حتى انه يتم استثناء الصحفيين من تطبيق المرسوم هذا هو المطلوب، لانه ما نجموش ما نحكيوش على انه المرسوم 54 يهدد الحريات في ظل العدد والرقم الهائل والكبير للصحفيين صحيح. والاعلاميين اللي موجودين توا في السجن على كلمه. شوف، انا من منطلق موضوعي ومن منطلق اني رجل قانون على الاقل استطيع اني نقرا القوانين واستطيع اني انقدها لاني ود القوانين. انا نشوف انه بالحق في وجود قوانين اخرى يمكن انك تطبقها على قطاع معين ولا على مهنه معينه. توا كي نمشي للصحفيين رانا نلقاو المرسوم 115، نلقاو المرسوم 116، نلقاو فصول اخرى اللي هي موجوده في المجال الجزائيه حاليا. اللي هي مجمده، اما يلزمها يقع احيائها ويلزمنا نرجعوا لها. اما انه نستسهل ونمشي مباشره للفصل 24 من المرسوم 54 هذا سميته استسهال. وهذا سميته نرجع بمزيد من التفاصيل وباكثر باش نجموا نناقشوا حتى مع كافه الحضور حول المرسوم 54 وخاصه تصريحاتك نتاع اليوم فيما يخص المرسوم هذايا. ولكن بعد الفاصل نرجع لهذا